عبد الله يا أخي، مساء الخير وعليك وعلى الكون، ومساء الخير على كل الناس اللي ربنا يبتلاهم وصبروا. ونتمنى من الله العلي القدير هو الشافي، يعني يمن عليهم بالصحة والعافية والسرور، ويعني يتعافوا تماما بإذن الله. وده هذا كله طبعا صوت بفضله ثم بفضلك أنت. هذا صوت أخينا وصديقنا الأستاذ أشرف سيد أحمد الكاردينال. نفس الصوت الهز الوتر العاشرة بعد الألف بأعماقه، نفس الصوت الريان، صوت بلوري يسري في الشريان. كان وكان وكان، يا لله ويا للروعة. مرحبا بك في بنك الثواب، الذي أنت من داعميه ومن مشجعيه ومن مرشدين الذين يرفدوننا دائما بالنصائح والآراء وبالمال الوفير. ربنا يكرمك ويزيدك، وحبابك في بنك الثواب. الليلة وأنا حلقتنا أستاذنا أحمد أشرف نعم. فيها 21 حالة. عندنا 8 حالات من الحلقة اللي فاتت. عجزنا انه نسدد لهم الاسبوع اللي فات. يمكن من اضعف الحلقات اللي قدمناها في برنامج، اضعف الحالات من حيث مساهمات المشاهدين الاوفياء. محتاجة الحالات اللي فاتت 78717. حلقة اليوم براها محتاجة 156350. جملة المبلغ المطلوب لحلقة اليوم 235067 جنيه. فتعودنا أن والله نسمع منك ما يسر المشاهدين ويدخل سرورا على قلوب ملايين المشاهدين على امتداد السودان. والله يا أخ عبد الله، طبعا يعني أنت قلت من داعميه ومن مشجعيه. نعم. أهم حاجة نسيت تقوله برضه، ومن خادميه. ربنا أنا يكرمك. خادم لهذا البرنامج وخادم لهؤلاء اللي ابتلاهم ربنا، وإن شاء الله ربنا يعني يجعلني خادم طوالي لهؤلاء، يعني وقت ما الواحد قادر إنه يصل البهجة والسرور على قلبهم. أنا الله الحقيقة عبد الله يعني بتكفل بالحالات دي، بل الله وبزيدها. أنا بدعم البرنامج ده ب 500 مليون، على اساس انه الحلقات القادمه برضو او الناس اللي بتعرفها وبتتصل على برنامج لعلها ان شاء الله تجد الشفاء، يعني وربنا يشفيها ويبارك ان شاء الله باذن الله. ربنا يكرمك ويزيدك ويفتح عليك وييسر أمرك. أنا والله عاجز تماما إلا من تمائم الدعوات الصادقات أعلقها صدر الزمان. نعم. وأعلن الآن أخي الأستاذ أشرف سيد أحمد، وأنا لا أستطيع مغالبة دموع الفرحة التي تداهمني الآن، وأنت تبذل هذا المجهود الكبير من أجل هؤلاء. وأنا والله كنت حتى أرتب، يعني يمكن عصر اليوم بجمع في حالات الحلقة الجاية اللي هي 23 حالة. وال 23 حالة بتاعت الحلقة الجاية مبلغها براه حوالي 130 و700، والحالات البسيطة 31 و900. وبحمد الله والله تعالى يعني أنا بديت البرنامج ده قلت ضاقت، ولما استحكمت حلقاتها فرجت، وكان يظنها لا تفرج. فالحمد لله رب العالمين، ربنا يزيدك ويفتح عليك. وأنا أعلن الآن إنه باقي الحالات ما حنعرضها، وحتى الحالات اللي جهزناها عشان نصور معاه الأسبوع الجاي حندفع مبالغ من هذا المبلغ الكبير 500 ألف جنيه من الأستاذ أشرف سيد أحمد الكاردينال، الذي يقول إنه خادم هؤلاء. وإن شاء الله بخدمة هؤلاء ربنا يزيدك ويوسع في رزقك ويزيد في مالك ويبارك فيه. والله الآن ليتك تستطيع أن تسمع صفقات الإخوة الكرام وتكبيرهم وتهليلهم في الكنترول. يعني أنا لا أدري حال المشاهدين الآن وحال هؤلاء المرضى. فربنا يكرمك ويزيدك أستاذ أشرف، وحيالك والله بس يا عبد الصمت الله والدعوات الصادقات. الله يبارك فيك يا عبد الله، وربنا يتقبلها. ومن هنا بناشد كل يعني اخواني رجال الاعمال والتجار. انا اعلم يعني ان هم بينفقوا في حاجات كثيره ثانيه وكذا وكذا، لكن انا بعتقد يا اخواننا انه ما في اعظم بلاء من المرض. يعني الانبياء لما امتحنوهم بالمرض. فيعني دعمكم لهذا البرنامج باليسير يعني شهريا، انا بعتقد انه بتعيد البسمه يعني لكثير من الاسر اللي ربنا اساسا يعني بيمتحن فيها ليجزيها خيرا يوم القيامه. فأنا سعيد جدا أكون خادم هذا البرنامج، وسعيد جدا أكون خادم هؤلاء الناس اللي ابتلاهم ربنا
ونسأل الله القبول. شكرا جزيلا أخي عبد الله لإتاحتك هذه الفرصة لنا. يعني إن شاء الله يعني يتقبل منا الكريم بإذن الله. لك شكرا ما سيدي. تشاء من التحايا والدعوات الصادقات والله يمكن دعواتنا نحن ما تكون تساوي دعوة أشعث أغبر لو دعا على المولى سبحانه وتعالى لأجابه. يعني كل الحالات 21 حالة في حلقة اليوم، 21 أسرة الآن، والحالات بتاعت الحلقة الجاية 23 أسرة أيضا تدعو لك، وأكثر من 29 أسرة لمبالغ بسيطة أيضا ستسدد من خلال هذا المبلغ. يعني كلهم يدعون المولى سبحانه وتعالى. وأنا أقول للأخ عمار الآن، يعني أنا أتمنى أنك تفتح التلفون الآن للمشاهدين الأوفياء، التلفون الاتصال المباشر للتعليق حول هذا الأمر أو للدعوات الصادقات. أنا والله أتمنى الناس اللي بيتصلوا يدعوا فقط لهذا الدعم الكبير، ويدعوا للناس اللي بيحولوا لنا اخواننا جنيه وجنيهين